ترايفل مهلبية الكراميل. أنا سميته مهلبية لأنه معمول بنفس طريقة المهلبية وعامل توبينج حلو جدا ولذيذ وينفع في أكتر من وصفة مش بس الوصفة دي. هنبدأ على طول بأول جزء وهي المهلبية أو الكريمة. هنحتاج لكوبايتين من اللبن وربع كوباية من النشا ومعلقتين من السكر، واحنا مش هنكتر سكر في الوصفة دي عشان يطلع سكرها مظبوط، ومعلقتين كبار من اللبن المكثف، وده بيتي. لو انتوا عندكم جاهز اوكي، عندكم البيتي طبعا مفيش مشكلة، وهتلاقوا وصفة اللبن المكثف في التعليقات. هنقلب كويس على البارد، وبعد كده هنرفع الكريمة على النار لغاية لما قوامها يبقى بالشكل ده. وبعد كده هنغطيها فورا بكيس حراري ويكون ملامس للسطح علشان ما يعملش قشرة. وانا بقول كيس حراري مش ستريتش فيلم علشان التفاعل مع درجة الحرارة، فالكيس الحراري أأمن. بعد كده هنعمل الجزء التاني من المهلبية، وهو كيس كريم شانتيه وعليه ربع كوباية كريمة، ممكن لبن ممكن مية، بس أنا بحب الكريمة عشان بتدي طعم أغنى، ومعلقتين من اللبن. وهنقلب كويس او هنخلط كويس قوي لغايه لما نوصل للقوام اللي انتوا حابينه، يعني ممكن القوام اتقل شويه ممكن اخف زي ما تحبوا. وبعد كده هنخلط بقى الكريمه دي مع المهلبيه اللي احنا عملناها في الاول، ويفضل لما نشتغل بيها تكون بارده تماما. هنخلط كويس، ولو استخدمنا المضرب الكهربائي هيدي فوليوم اكتر، كل ما هنضربهم اكتر كل ما هيدي فوليوم حلو. بعد كده بقى هنجيب البسكوت، اي بسكوت، انا استخدمت السافوير لانه كان عندي، لكن لو اي بسكوت عندكم على فكرة، لو بسكوت بدقيق الذرة هيبقى طعمه خطير. هنجيب لبن ونحط عليه فانيليا ونبدأ ان احنا نغمس البسكوت بالشكل المعتاد. انا بس جربت طريقة تانية وشايفاها اسهل، ان احنا نحط لبن في الصينية في القالب اللي احنا شغالين بيه، وبفرشة صغيرة نبدأ ان احنا نحط خليط اللبن. يعني انا شايفاه انه اوفر في الوقت وبيدي نفس النتيجة تقريبا. بعد كده هنبدأ بقى نحط طبقة من الكريمة وطبقة تانية من البسكوت وطبقة تانية من الكريمة، يعني دي بقى رتبوها زي ما تحبوا، يعني الترتيب ده زي ما تحبوه، عايزين طبقة واحدة طبقتين، دي حاجة حسب الرغبة. وهنحط برضو اللبن تاني علشان برضو البسكوت يشربه. على فكرة الوصفة دي من الوصفات اللي كل ما بتبات، يعني لو باتت لتاني يوم هتلاقوا طعم البسكوت مختلف تماما وشارب كده كل السوائل دي، فهي من الحاجات اللي بتبات بتبقى أحلى من لما تتاكل في نفس اليوم. هنغطي بقى الطبقة الأخيرة على الوش كده كويس قوي، وندخلها التلاجة تجمد، ونجهز بقى لمهلبية الكراميل. أول حاجة هنحتاجها كوبايتين من المية وربع كوباية من النشا، وندوب كويس ونخليها على جنب لغاية ما نجهز الكراميل. وطبعا واحنا شغالين بعد كده بالمية بالنشا دي لازم نقلب علشان النشا ما يرقدش تحت. هنحتاج كوباية من السكر. والخطوة دي بقى عايزة صبر وعايزة يعني ايه هدوء كده. هنحطه لغاية لما يدوب خالص. هو طبعا هنا الوقت مش باين، لكن هو اخد وقت لغاية لما داب. كل تكتلات السكر بتدوب، وهنبقى ايدينا فيها ونقلب كويس قوي. وبعد لما يبقى صوص الكراميل جاهز هننزل تدريجيا بالمية بالنشا ونقلب بالشكل ده. لو حصل اي تكتلات كده ما تقلقوش، هي هتسيح، هي مش بتنشف، هي بتلم كده على بعضها وبترجع تسيح تاني. هنفضل بقى نقلب ونحط كمية المية بالنشا ونسيبه يغلي شوية لغاية لما يبقى شبه الجيلي او المربى. وهتشوفوا بقى الصوص شكله ايه في الاخر، بجد خطير، انا عاجبني جدا الصوص ده، بصوا شكله عامل ازاي، ولما جامد كأننا بناكل مهلبية بالظبط. وبس كده، بعد لما يوصل للمرحلة دي هنطلع بقى القالب ونحطه على الوش بالشكل ده. هنوزعه كويس على الوش ويدخل بقى يجمد في التلاجة، نسيبه بقى ساعتين 3. طبعا كل ما قعد فترة أطول كل ما بقى أحسن. وبس كده هيطلع بقى ويتقطع. بجد كانت وصفة لطيفة جدا وحازت على الإعجاب. وما يعني ما تخافوش، هي مش بتاخد الوقت ولا الخطوات صعبة، بالعكس خطواتها سهلة قوي. أنا هنا حبيت إن أنا أزينه ببسكوت. لو مش عايزين تزينوه براحتكم، عايزين تحطوا مكسرات، طبعا دي بقى حاجة حسب الرغبة. وبس كده الوصفة خلصت. هتقطعوه بقى بالشكل اللي انتوا عايزينه وهيخلص على طول، هو ما بيقعدش. فيا ريت تجربوه، كل مره بقول لكم جربوا الوصفه وقولوا لي رايكم، فانا فعلا مستنيه رايكم وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير، واستنوني في وصفه تانية، وبألف هنا وشفا.